صباح الخير واهلا بيكم في يوم جديد. فلوج النهارده مختلف شويتين، ولكن بدأنا بترتيب التسريحه. انا بصراحه المنظم ده كان بيوقع لي الحاجات اللي هي الصغيره، فقلت خلاص هنحط عليه المرطبات والديودرنت والحاجات الكبيره عشان بجد وقع لي كل الميك اب. النهارده انا كنت قايله هنضف اول حاجه الاوضه بتاعتي لانها كان بجد شكلها كارثي، وهنا كنت بوريكم السيرم ده بجد تحفه، ولو هرشح لكم سيرم واحد تستخدموه طول حياتكم فهو ده. شايفين المنظم ده وقع لي كل الميك اب وكله حرفيا اتكسر بنفس الطريقه. شفتوا عروستي الجديده ماما جابتها لي وبجد عجباني قوي. كان عندي بقى بعدها اطباق في الحوض، فقلت عشان اخلص منها احطها في الغساله واعمل حاجه تانية. كان عندي بجد كميه نمل، انا مش عارفه ازاي النمل ده بجد بيدخل جوه السكر وهو مقفول، بس حاولت انضف على قد ما اقدر ونضفت الادراج ورجعته تاني مكانه. يا جماعه دي البلكونه اللي بننضفها كل يوم، بس بصراحه كان بقالي 4 ايام ما نضفتهاش، فقلت انضفها تنظيفه كده على السريع. انا بجد في الحاجات دي مبقاش عارفه اعمل ايه، مبقاش عارفه اجيب التراب منين ولا منين. فاول حاجه كانت البلكونه، وبعدها بقى ميه كتير على كل حاجه، على الترابيزه وعلى الكراسي، وغسلت المنشر كويس لان كنت حاطه هدوم تتغسل فعشان هنشرها. وبعد ساعه في البلكونه كنت الحمد لله نظفت البلكونه وسقيت الزرع ونشرت الغسيل وحطيت غسيل جديد يتغسل لحد ما اجي. قلت بقى خلاص امسح الشقه كلها، غيرت فوطه الموب ومسحت الشقه، وبجد الموب دي تحفه قوي بتلم كل الشعر اللي على الارض. لبست بسرعه وخرجت مع صحابي. الحمد لله بعد 100 خناقه هناكل فين، نروح لنفس المكان اللي بنروحه كل مره. وهنا الاطباق دي كانت عجبتني قوي، والمجات هنا انا مش عارفه هنا احنا كنا بنعمل ايه بالظبط، بس احنا كنا فرحانين يعني. لف كتير بقى على كل المحلات، كنا رايحين نجيب هدوم. بعدها لقينا مكان كده بيبيع شنط عند كليه التربيه، فقعدنا نتفرج، وبصراحه كانت عاجبانا كام شنطه كده، وهنا كنا بنقنع صاحبتنا تاخدها، والحمد لله اخيرا اقنعناها واخدت الشنطه البيضه. وبعدها بعد ما لفينا كام محل قلنا نروح المول، وبجد كان في حاجات حلوه قوي، وانا كنت محتاره ما بين الاتنين دول، وخدت لبس زراير يا جماعه. بعدها سبتهم ورحت اشوف لبس الاطفال، كان بجد عاجبني قوي. وبس كده روحت البيت، قلت استمتع بتنظيفه البلكونه اللي نظفتها الصبح. خدت كوبايه نعناع ورحت البلكونه، وبس كده اليوم خلص، واشوفكم في يوم جديد يا حلوين.